استاذ ناهي، مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. مشتاق لك، صار لي هواي ما مسولفين انا وياك. اي والله وين صار؟ سولف ما عندنا. مو؟ اي ما يلا. عندنا شيء. بالموسم الاخير عمليا بيت الطين والمنسيين. نعم. اريد نسولف عن المنسيين بعدين ندخل على بيت الطين وراح نسولف براحتنا. يلا ما عندنا شيء. يمكن هاي اول تجربه ويا مخرج شاب. اي صح. حيدر. حيدر الشامي، تحياتنا. اي حيدر الشامي صح. حيدر الشامي يعني صحيح صغير بس كبير بعمله، يعني عقله كلش كبير. وقدر حيدر الشامي ان يقود مجموعه كبيره من الفنانين الكبار، يعني صغر سنه يقود محسن العلي، طه علوان، ستار خضير، سنا عبد الرحمن، ايناس طالب، فاطمه الربيعي، مجموعه كبيره من الفنانين. قدر ان يعني يكون قائد. ناهي مهدي. اي انا وياهم انا. قائد كان. القياده ضروريه، يعني من يكون مخرج له كاريزما وحضوره بالعمل الكل تمشي، يعني من يقول ستوب ستوب، يقول اكشن اكشن، كافي كافي، مع يعني رغم كبرهم بس يعني كان قائد. انت حبيت يعني انا العمل وياه. حبيت العمل وياه، ويعني اتوقع اشوفه بمراتب عليا في المستقبل. اعطوه نص حلو كان. هو انحصر في مكان لوكيشن واحد هو اللي اذاه، يعني بيت. بيت وين؟ اي بيت، يعني وين تنقل انت الكاميرا؟ بيجيبها من هنا توديها من هنا، هو بيت. يعني هو اللوكيشن واحد اللي اذى العمل. شو اللي ما نجح العمل؟ يعني ما خلاه ينافس الاعمال الباقيه والله هو رغم فكره. بيه هواي نجوم. اي العمل، شوف المشكله وين؟ المشكله بالعمل يعني نجي للترويج للعمل، ترويج الاعمال. في بعض القنوات افضل من ترويج الاعمال في القناه الدوله، يعني ما اعرفوا يسوون العمل بس ما يروجون له. المنسيين موضوعه مهمه جدا. تحاكي يمكن كل انسان موجود، رجال كبير مو شرط ان يكون ما عنده عائله، عنده عائله بس مهمل. يعني مو شرط ان تكون الفلوس هي مهمه، كلهم عندهم فلوس بس الاهمال من افراد العائله خلاهم يلتقون كلهم ببيت واحد. طيب عمل والله كلش حلو بس ما اعرف حظ، يعني مرات توفيق للاعمال. اكو اعمال مو بالمستوى المطلوب وشوفها توفقت وراحت، وهاي النشر في السوشيال ميديا له تاثيره. فالاعمال ما لها نشر في السوشيال ميديا، واليوم احنا حياتنا كلها هي سوشيال ميديا. احنا بعدين نسولف على هاي السوشيال ميديا، يعني بيها هواي تفاصيل. اي هواي. طيب وكواليس وفلوس نصرف عليها هواي. ان شاء الله خير. مو؟ ان شاء الله خير. بيت الطين اي بعد غياب فترة طويلة، وانت ما كنت حاضر بالاجزاء لا، كل الاجزاء ما موجود ما موجود بها، إيه. بس حضرت بالخامس. نعم. وكان حضورك انت ولؤي احمد نعم. فارق كبير كان بالعمل. الحمد لله والشكر. شوف الاستاذ عمران تميم، تحياتنا له. خابرني قال لي ابو سياد رايدك وياي بيت الطين. انا خفت، قلت له يعني كنت اتصور بديل للمرحوم الكبير علي داخل، وكنت خايف يعني ان اكون يعني نفس الشخصيه وبديل للشخص. انت اليوم بالوسط الفني حتى لو كان الشخص اللي كان يؤدي الدور مو بالمستوى المطلوب، بس هو طابع عند الناس، بس تجي انت ما تأدي، مستحيل توصل، يظل دائما طابع بعالم. فقلت له بس لا تقول لي مكان المرحوم. قال لا لا، مو مكان، شخصيه بوحدها مستقله ما لها علاقه. والحمد لله يعني انا يمكن بشهاده يعني الجميع قدرت يعني ان اقدم الشخصيه بصوره جيده ممتازه. قدمت الكوميديا والدراما في نفس الوقت بهاي الشخصيه. ساعدوني اخواني اللي كانوا وياي بالعمل، لؤي والعزيز علي فرحان، وايضا ست انعام وكريم الشيخ، يعني كانوا هم مجموعتي، يعني كل ساعدوا. استاذ ناهي، اكو موضوع يعني بإعادة جزء بفترة طويلة غاب عن يعني عمل بأجزاء هواي، وغاب لفترة طويلة وترجع تسوي جزء خامس أو ثالث أو ثاني. أنت مع أو ضد؟ لأن أحيانا دائما ما ينجح هذا هي الفارق الزمني. إي. الفارق الزمني كلش كبير يعني وبعدين مو بس الفارق الزمني اخوي صدام، الابطال العمل متوفين، وهاي مشكله كبيره يعني بالعمل. فهو الرجل يعني من كثر ملحه الناس
والعاملين بهذا العمل ملحتهم الزايده ان نقدم الجزء الخامس، ان نقدم الجزء الخامس، فقدم الجزء الخامس. قدم الجزء الخامس وهو يعني تاذى هوايه يعني للامانه الاستاذ عمران. يعني مرض، وبالمناسبه ترى هو خسر بالعمل، يعني ماديا خسر بالعمل، خسران بالعمل هو. بس احنا مرات ينجح عندك جزء ثاني ثالث ينتهي، هو من نفسه قال بالجزء الرابع انتهى المفروض ينتهي العمل. ما يستمر عندنا العمل الاجزاء. احنا اشتغلنا ايضا جريش ومريش، انا وياد راضي اشتغلنا جزئين وما اشتغلنا بعد. زين خب، اشتغل جزء عمل غير يعني قريب على هذه البيئه، هو عنده مو اجمل يعني يصير يعني بعد هاي وجهه نظره هو يعني يعتمد على تسويق العمل يعني. اي الاسم مهم اليوم، الاسم في تسويق العمل مهم يعني. نقول بيت الطين كل الناس تعرفه، يمكن اجيال ربت وكبرت على بيت الطين يعني موجود مقاطع في السوشيال ميديا، لذلك الناس حبته. بس بهذا الجزء الناس يعني مشكله الناس تريد بس تضحك، وهذا غلط. يعني انت لازم تعرف احداث، قاعد ينقل لك تاريخ بلد ما مر بالعراق من حكومات متعاقبه، فانت لا ما بي ضحك. مو يعني انت شلون يعني لازم تضحك. مو شوف، اكو موضوع عندنا بالعراق عنده هنه يقول لك الزين لا تقول له زين لحد ما يموت. يلا تقول هذا زين وكذا وكذا. صح. فاغلب نجوم العمل هم توفوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. هم مرتكزات العمل كانوا. طبعا. فالانطباع المتلقي يظل يقارن. بالضبط. مثلا فلان، ورغم هو كان اكثر منتقدين لعلي داخل مثلا نحكي عليه. بس يقول لك لا وين علي داخل وين؟ وين مثلا لا لو مثلا هليل الله يرحمه محمد ناجي، او المرحوم نجم ربيعي، فلاح ابراهيم، يعني اسماء كبيره في الاعمال راحت. يعني انا كنت بصراحه ما شايفه كله، بس اشوف منه مقاطع وانا حابه يعني، لان اصدقائي اعرفهم مع اشراف يقولون كذا، فاحب العمل. اشوف يعني شغل المرحوم علي داخل شلون اعرف ايش قايل قبل هذا المشهد، يعني شلون مثلا حوار ايش قايل انا اعرفه يعني تندل مالاتها. بالضبط تندل مالاتها الله يرحمه. جبناها على خساره المنتج العفو. نعم. اريد اعرف طبيعه التعاقد مع الممثل، يعني شلون يكون التعامل، يعني شلون يكون توقيع العقد؟ توقيع العقد؟ اي يعني مثلا اكو مبلغ تتفقون عليه او اكو حوار بيناتكم؟ اكو اشيل لك اياها بتفاصيل. اي تليفون دي تخابرك مثلا شخص منتج فلان، اهلا استاذ الامور او مخرج، عندنا عمل رايدك ويانا، اي صار تجينا للشركه، تروح للشركه، هاي النصوص مالتك، يعطيك النصوص مالتك، البعض وهذا عقدك هالقد بالحلقه، يلا ماشي وقع، ياخذ النصوص ويروح قبل لا تقرا. البعض قاعد البعض يقول لا مثلا استاذ بدون زحمه خلينا نقرا وبعدين هذا قال لا مثلا وقع استاذ ايش تقرا؟ وقع. هم حاطين لك المبلغ، انت بس توقع. عجبك المبلغ عجبك، ما عجبك المبلغ يقول ها المبلغ، يقول لك شكرا حبيبي، ثم لا مع السلامه، خابروا غيرك تجي ياخذ. باختصار هاي باختصار الشركه. زين اكو ممثلين شباب مثلا يقول لك انا اوقع على ورقه بيضاء، يعني يعطون ورقه بيضاء اخلي الرقم اللي اريده. وين هاي؟ بالعراق. صدق شيء؟ اي والله. انا وين انا شايفها شلون؟ انا الرجال يمكن صار لي 25 سنه بالفن، ما فد يوم سمعت منتج يقول لك هاي الورقه وحط الرقم، ماكو شيء عندنا بالعراق اسمه حط الرقم. هاي اليات هذا. يمكن الناس هسه يشاهدون الفنانين يقولون صح احكي، هذا مع احتراماتي للي قايل هالشكل كذاب، مهما اي كان مهما يكون، ما اريد اعرفه، بس كذاب، ماكو شيء منطق. انا يعطوني ورقه بيضاء يقول انت حط الرقم. بالعراق هي معارك على الاجور، انه هو يحط الرقم، ما اكو شيء. ما انا اللي عارفه الاجور بالعراق كلش يعني مزعجه للممثل العراقي. طبعا هو هذا انا سولفت لك اياها خابروك، تجي تلقى النص جاهز، تشيله قال لك وقع هذا اجورك هالقد. اكو البعض يوقع وياخذ الناس بدون ما يقرا. زين عمل مو حلو شلون؟ بعد يتورط، اكو يعني ما نريد نقول، اكو ناس تورطوا في بعض الاعمال. اجى كان يقول ها شنو شخصيه مو زينه، قلت له ليش ما قرأت النص؟ قال لا اني يشق الصفحه مالته، الحوار ماله
مثلا حلقه 2 بها مشهدين، شق المشهدين صفق هاي كتب علينا حلقه 2 حاطين، حلقه 3 بها 5 مشاهد، ما قاري. فيتفاجأ يطلع مهلهل بالعمل. يعني مو هذا مستواه، انت غير تقرا النص حتى تعرف انت شنو. انا مره صارت عندي يعني ويا المرحوم عدنان ابراهيم الله يرحمه بالمواطن جي. بالمواطن جي عندي مشهد انا وخليل ابراهيم تحياتنا له، فجيت احكي ويا خليل وهاي، كان يوقفني قال ستوب، اضاءه، اريد الاضاءه، عدل الاضاءه. صاح لي مخرج كبير الله يرحمه، قال لي نايم انت تعرف وين كنت؟ لا. قال انت هذا المشهد ما مغثي، انت رايح ومتعارك وصاير نار بارود وجاي شنو تقارن الناس؟ قلت لا مقارن بس مشاهدي. فمن ذاك الوقت ظليت اقرا النص يعني. شوف بيت الطين مفارقه، ماجد بزارة تحياتنا والله سيسير، اكو مشاهد مثلا يصير عليه ابو سياد، انا شو راح اقول؟ انا صور حافظ حوارهم، قارئ النص كله. انا قارئ النص كله حتى بالمسرح. يعني مره انا محميد قال انا المسرحيه اللي بيها هنا مهدي ما اخاف عليه، لان يوصل هذا الحوار هذا طبيعتي، واحفظ حفيظ يعني حفيظ، اقرا النص كله، اعرف القدامي منه. مرات اجي اسال بدايه اقول له هذا منو؟ قال شو العلاقه؟ هذا مخرج. لا شلون شو العلاقه؟ هذا منو يا شخص؟ حتى تعرف مثلا هذا صدام هاشم، هذا شخصيته ماخذ صدام. هذا من ماخذه مثلا خليل ابراهيم، غير حتى تعرف اللي وياي. اكو ناس لا تاخذها، وانا مرات هم اعذرهم صدام. زين شلون يعني؟ اعذرهم تعرف ليش؟ اي الوضع المادي للفنان تعبان. يعني البعض يعني يقول لك انا اشتغل، انا اروح اقرا اللي قدامي هاي. المهم يعني مرات اكو مفرده يقولونها كل الوسط الفني، وللاسف هي مفرده غلط، العمل مبيوع. هاي كلمه العمل مبيوع ما ادري شلونها، يعني تحسسك يلا يا اخوي خلص نصور، خذ هذا المشهد وخل نروح. يا شنو المشهد غير نصوره صح؟ العمل مبيوع. ليش يزعلون اذا ننتقدهم؟ يزعلون ما يقبلون، مرات ما يقبلون، يزعل. ما انت ما محترم العمل. اي انت مو محترم، انت ما محترم صاحبك اللي قدامك. تقول يلا والكاميرا له وهو برا الكاميرا، بدل ما يعطي احساس. لا يلا مشي شو الاستاذ قلتها صح ومو صح؟ مشي يا سد. عجيب. اي والله العظيم. حتى شلون يقول يكسر مجاذيفك، يعني حتى اذا تبدا تتأدي ما يخليك، وهي مشكله. مقربين لك اصدقائك يلا يا معود. مرات هم يتقصدوها، مرات يعني. اكو غيره من الاداء، يعني انت من تأدي حلو وهو يغار مثلا، غيره من الاداء. الغيره مشروعه، مثلا انت ما تقدر توصل لاداء هذا الممثل اللي قدامك. مرات ممثلين مثلا يأدي قدامي اظل انا اصبعه على اقول الله شو وقت توصل لهذا الاداء. بالمناسبه يعني انا احب ممثل بالعراق واحد احبه اموت على ادائه، يعني احبه من يمثل، ممثل خطر جدا، خليل ابراهيم. ممثل كوميدي تراجيدي، ممثل خطر جدا. مشكلته وين؟ مشكلته ما عنده مثل حاله، ما عنده سوشيال ميديا يروج له. هاي مشكلته. وانما يعني هو خليل ابراهيم اسم كبير. يعني قصدك اللي ما عنده حسابات قويه يهمل. ايه. يعني انت تشوف مرات انت برمضان تفرج مثلا انتظروني في 5 أعمال، شنو هاي؟ وكل البيجات مطلعته، وكل هذا مطلعته، هذا 5 أعمال. زين هذا شلون لحق يمثل 5 أعمال في رمضان؟ يعني شلون تدخل هذا السيت تدخل هذا السيت تروح لهذا السيت؟ احنا عمل واحد، او يعني عمل واحد ما تقدر، عمليا صعب. انا اشتغلت المنسيين وبيت الطين، بس المنسيين منتهي مخلص، يلا دخلت بيت الطين وبقى عندي مشهد مهم، اهم مشهد بالمسلسل بالمنسيين. خابروني قالوا عقب باكر مشهدك، جيت من السليمانيه
كنت اصور ببيت الطين، بيت الطين بالسليمانيه. بالسليمانيه داخلي. مم. جيت من السليمانيه وصلت العصر، صورت المشهد مال المنسيين، شخصيه تختلف عن جويعد ببيت الطين. كلش بعيده. اي بعيده، صورته ومؤثره وبكيت السيت كله. وخلصت ورجعت للسليمانيه، وصلت بالثنتين ثلاثه وبالسته تصوير عندي. تعب هذا، ارهاق. تعب، بس انا احب شغلي، احبه. عكس البعض مثلا، يلا مشي ماكو، انا ما عندي شيء مشي. لذلك مرات يضوج البعض يقول لك راح يقول خلنا نعيدها، هذا مو حلو. طبعا كذا مو حلو، انت غير تشتغل. وما احب المخرج اللي يلا مشي 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 مشي. شنو مشي؟ ماكو شيء اسمه مشي. ايش رايك بالجواز؟ جواز كذوبه. جواز يعني انت اليوم بالعراق ما اعرف، يعني بالعراق مهرجانات كلش هواي. حلاق يسوي مهرجان، ام صالون يسوي مهرجان، ما ادري من يسوي مهرجان، يعني هواي مهرجانات. شلون تقيم انت مثلا افضل؟ الافضل شلون الافضل؟ الافضل يعني مثلا افضل ممثل بالعراق، شلون افضل ممثل بالعراق؟ عن هذا المسلسل لازم نقول عن هذا المسلسل، مو افضل ممثل بالعراق. اكو ممثلين كبار جدا بالعراق، ممثلين لهم زين، انت باع. مع النقابه ان يعني تدعم حفل من هذه الجوائز لا او من هاي المهرجانات؟ لا، بس النقابه يعني خاصه في المهرجان الاخير كانت يعني هي ما مقتنعه بالموضوع. انا شفتها كلش ما مقتنعه بالموضوع. واعتقد الحفل اللي يرعى الفنان والفنان هذا الاخير يمكن هاي اخر السنه. هو النقابه راح تسحب ايدها من عنده؟ اكيد، لان كل الفنانين ما راضين. لا، انا اقصد النقيب، لان النقيب متمسك به. لا، ما اعتقد الدكتور متمسك به، ولا يعني حتى كلمته كانت ما راضي عن المهرجان، ما راضي عن المهرجان النقيب، وما راضي على هذا الموديل مال المهرجان، اللبس مال المهرجانات اللي يعني غريب عجيب. ما اعرف شلون يعرفون المهرجان، ما اعرف يعني شلون يعرفون بين هذا مهرجان فني. ما فاهمين الوضعيه. يعني اضافه الى أن الخطا الكبير هي دعوه نقابه الفنانين لفنانين، مو اليوتيوبريه. انا عندي دعوه جت لي، بس انا ما رحت. بس شفت واصدقائي كلهم قالوا لي زين سويت ما جيت. وشفت هواي يوتيوبريه جايين لله. هل معقول النقابه دازه دعوات لهذولي؟ ما اعتقد. لا، من داز لهم؟ والله يجوز المسوي لان هواي وجوه مو فنانين، مو فنانين، لا ولا فنانات، والمهمين ما بالوسط موجودين، ما حاضرين. ما موجودين. زين، هذا شلون يمثل النقابه؟ هو هنا الاستفهام. يعني حفل يمثل النقابه، صح، والنقابه تدعو يعني الدعوه باسم النقابه. أي. وهذا اعتقد كرنفال وحفل فني يعتبر النقابه طبعا. ودعم للممثل العراقي. بالمقابل احنا ما جبنا الممثل العراقي، ما اجوا، النخبه ما موجودين، اغلبيتهم ما موجودين، لان يعرفون، لان صارت يعني هذا الحفل صار عرضه زياده اكثر ما هو حفل، وعرض مفاتن ما اكثر ما هو حفل فني. فلذلك يعني نتجنب هاي المكانات، ما نروح له. احنا نروح في مهرجانات، يمكن التقينا هناك في مهرجان جمال السينمائي، يعني نروح مهرجانات محترمه، مهرجانات حلوه، مهرجانات ما بيها هذا التعري. يعني اليوم حتى الناس من تحكي وتسب وتغلط، يعني انت من يمك تنقهر؟ هو هذا فن؟ ان هذني فنانات، هم هذول فن. اكو ناس حتى يعني المفروض من النقابه، من واحد حاط كاتبان الفنان فلان فلان، هو ما له علاقه بالفن. شلون يكتب فنان او فنانه؟ شلون فنانه؟ بالمناسبه راح اسولف لك سالفه. اي سوالف، انا احب السوالف. انا حاضر كل انتخابات نقابه الفنانين. زين. كلها حاضره. هاي السنه اللي راحت، هاي الكم الهائل من الفنانات. ايش قد عندنا فنانات؟ هواي، كلش هواي. يمكن حضرات بس 3 بالانتخابات بس 3. ويسمع الدكتور جبار جودي. يمكن انا حكيت ويا العزيزه اسيا كمال، قلت لها انتم شنو مطين هويات؟ حاضرات هسه اتذكرهن: اسماء صفاء،
وهاي البنية المريضة ايش اسمها نسيتها والله، عندها كلى شي تغسل كلى خطيه، هاي هم جايه تعبانه وجايه، وبعد ما 3 بس. انا من الصبح للعصر ظليت، للمطر كانت مطر. اي ما. وللاسف اكو اسماء فنانين مثلا نجوم عم ما يحضرون، بس من يصير مثلا اليوم الفنان النقابه راح تعطي فد شيء او اراضي اول الناس هم المطالبين، هم ما يحضرون لا انتخابات نقابه، معناته ما محترم النقابه انت لا ما تحضر. هذا يعني هذا يعني حدث مهم يعني. طبعا هو انتخاب انت نقيب. تنتخب تعطي صوتك، صوته اللي يمثلني اللي يمثلني يدافع عن هذا حقوقي. اللي اعطيته صوتي يمثلني وقاعد يمثلني خير تمثيل. انتم ما موجودين ليش؟ ترى بالمناسبه بس مو بس ببغداد، انا شفت يعني حتى المحافظات. انا شفت بالبصره اي بالانتخابات، انا شفت بالبصره هم ما حاضرين نجوم البصره. قصدك غير انتخابات يعني نفس انتخابات مال النقابه، مو هي قبل اسبوع انتخبوا البصره، بعدين صارت مركز يعني مو نفس اليوم. لا مو نفس اليوم هي ما حتى انتخاب. المتلقي يقول لك انت ايضا لا 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 لا, لا ايام غير ايام. اي فالبصره نفس الشيء، ولا واحد حاضر من الاسماء المهمه بالوسط الفني بالبصره، انا كنت موجود ما حاضرين. هاي مشكله كبيره. اي يعني انت من تصير مثلا منح وتوزيع رواتب وكذا تلقاهم بالالاف، من تصير عندك مناسبات مثلا انتخابات او كذا ما تحضر انت. اكو ناس ما توصل النقابه بس تجدد الهويه ما توصل، ما تشوف النقابه، ما تعرف النقابه ايش بيها ما بيها، من بناء شلون صارت، شنو جو النقابه الثانيه شلون قاعد يبنون بيها، الاشياء مسوينها. ما حاضرين. ما حاضرين نهائيا. جبتها على البصره. اي البصره الله. شو اخذت من الزبير؟ شنو ضافت لك الزبير؟ الزبير كل طفولتي بالزبير. اي جبت لنا وياك من الزبير. جبت لكم الطيبه والعشره الحلوه والوفاء للصديق. هذا الزبير. الزبير يعني اذا احكي عن الزبير خاف ابكي بعد تعوفني، لان الزبير ناسه واهله وطيبته ما تنسي نهائيا. يعني مرات اكو جروب مكتوبه للزبير، فادخل مرات اعلق وهاي، يدخلون الجماعه يقولون انت شو لك علاقه بالزبير؟ تم للزبير؟ وانا شلون مو للزبير؟ غير انا مسقط راسي الزبير، غير انا يعني عايش بس هاي العالم هي الدخيله هسه. الزبير كان كلش حلو صدام، كلش حلو. احنا بالزبير كان واحد يطلع واحد يعرف الثاني، هسه ما حد يعرف الثاني، تغيرت الامور، تغيرت الناس. كنت محلة الكوت؟ اي انا شفت بالمربد ها. وبعدين دور المعلمين بالمربد القديم ها. اي اي وبعدين الكوت، بعدين دور المعلمين، الكوت كلهم اصدقائي، بيت عجه كلهم اصدقائي. اي اي كلهم اصدقائي، تحياتنا لهم كلهم، ناس كانت بيت ماضي، يعني ناس اصدقائنا وطيبين طيبه، كنا ناس بسطاء. قلت جبت وياي وفاء الصديق من البصره او من الزبير. بالوسط الفني وفاء لك صديق؟ او ان وجعت مرات نقول عندي هاي الصفه كنت تنشال مني. شوف صدام انا معروف عني جد يعني حدي بالتعامل، مو حدي، ولكن اني واضح جدا، واضح يعني واضح جدا. انا مريت بفتره كل صعبه كل صعبه علي. يعني اولا ما اشتغل اعمال فنيه، يعني مصدر رزق الفن، محارب، لين احكي كلمه الحق. لا اللي تجيب هذا يحكي هذا يدور الاجور يدور، المهم. وفتره وفاه زوجتي بيها الله يرحمه. اي وكلش يعني عرفت معدن الناس. فالتعامل مع الاخر محدود. اكو اصدقاء صح، اكو ناس يسالون عليك دائما وتتابع اخبارهم وتتابع اخبارك، بس انت الصديق اذا ما يوقف وياك بمحنتك مشكله. بس انت مرات يعني احمل اخاك على 70 محمل، مرات تقول لهم هذا ما عنده او وضع المادي، يعني انت تختلق له الاعذار، تقول هذا خطيه ما يخالف. بس اغلبيتهم ما وقفوا وياي. قال كلمه الحق لها ضريبه
اي صعبه مشكله يعني. هسه اني مرات اشوف اصدقاء مزنوقين يعني بوضعهم هاي اوقف وياهم يعني، خاصه بالعوز المالي. مم. اشوف اتذكر وضعي كان تعبان، فاعرف شنو العوز، شلون هذا وضعه، شلون مخنوق او كذا او كذا، فاوقف وياه. بس انا ما حد وقف وياي نهائيا يعني. رغم كان هواي عندك قريبين على الحياة. واي انا كنت مدير قناه اسيا، مم. التليفون كان ما يبطل دق، 24 ساعه يتصلون، كلها تتصل. من طلعت التليفون ما بقوا اثنين، الفراشه اللي هي اللي انا سويت راتبها من 300 الى 800 لان تشتغل من الصبح لليل. خطير. وصديقي المصور فراس حديده، لحد هذا اليوم هو صديقي يعني ما كانوا كلهم اصدقائي. من اكتب منشور بالفيس كلها تعلق، بس من طلعت ما حدا علقوا. خلاص بقى. خلاص انتهت، راح الكرسي بعد شو يسوون بيه؟ ليش يقول لك يا بدير بالك ترى انت الكرسي، بينما انا كنت اتعامل وياهم اخ وصديق مو مدير، كلهم يعرفون يعني. نقعد ناكل سوا نشرب سوا، ما لي علاقه شنو مدير، انا فنان. بس هي هاي العالم يعني، يقول لك نعذرها العالم معذور. مشتاق لثنائيتك ويا حسان دعدوش؟ اي ولا؟ الاي شلون واللا ليش؟ اي لان شكلنا ثنائي كلش حلو جميل. الناس حبتكم بيه وعرفتكم بيه. اي ولا لان هو يعني يعمل في قنوات انا يمكن ممنوع اطلع بيها، مستحيل انا اطلع بيها هاي القنوات يعني. وحتى لو على حساب عملهم ونجاح عملهم ما يدزون على نايم مهدي. السبب؟ والله يعني السبب معروف. حد اعرف انا. اي السبب معروف. شنو السبب؟ يعني هي هاي القناة يعني ما تريد ابناء المكون الثاني، يعني ما تريد الناس من الجنوب مثلا بهاي القناة تجي، قليلين بس الناس اللي يعني وياهم. لذلك احنا اهل الجنوب ماكولين مذمومين، هاي مشكلتنا احنا. ليش ما تقولها؟ تقول يعني لان شيعي؟ افتخر شيعي. شلون؟ لا هو لان شيعي. اي طبعا شيعي، افتخر شيعي. شنو؟ وينك احسن من شيعي؟ مذهبي شيعي، امامي علي بن ابي طالب، شلون مو شيعي؟ صدق الشده شيعي، وافتخر شيعي، ابن شيعي ابن شيعي ابن شيعي ابن شيعي قطع النفس. ليش دائما الممثل او المثقف العراقي الشيعي يحاول ان يكون وسطي وما يحكي او ما يحتفل بعيد الغدير، ما ينزل، او اذا صار شيء بالموضوع يخص المذهب اللي هسه حاليا احنا بيه اي ما ينطر ايه؟ هاي الجبناء هذول شلون مثلنا عامل حاط غطوا رؤوسهم. احنا بعيد الغدير محتفلين، عندنا مسرحيه بعيد الغدير. بالاحداث الان احنا موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي، بس للاسف على عدد الاصابع. هي الان داسه ليش؟ اي على معروفين على عدد الاصابع اللي هم مناصرين للاسلام ومسلمين. قضيتنا ضد يهود ما معقوله. بس دول ضامن رؤوسهم، صدق بالاعمال هم اول ناس يجيبونهم، ويجيبونهم اصحاب المذهب، يعني المذهب شيء يجيبونهم. السبب؟ وانت ما اعرف، والله انا ما اعرف، انا اسالك شنو ما اعرف، دخت. يعني احنا قدمنا ما قدمنا، اكو ناس يعني الان هسه بصفحات التواصل الاجتماعي قربين الدنيا، والاعلام مهم جدا. هذول خانسين بيام داعش نفس الحال، نفس الشيء، هم خانسين ضامن رؤوسهم ما يحجون. وانا تعرف كل الزين والناس تعرف عندي كان برنامج يعني مكسر الدنيا ضد داعش وضد اللي ساند داعش وضد اللي يمول داعش. ولذلك هذا البرنامج نجح، صار عندهم عقده اسمها ناهي مهدي، فلذلك مستحيل يدزون عليها القنوات اللي تابعه اللي اساسهم هم دواعش، فما مستحيل يدزون عليها. هو شنو المستغرب من عنده انا؟ اي ايدي كوهين اللي معروف، اي يعني هو يحكي بموضوع طائفي. اي هو يجي يقول احنا ما راح ننسى مرحب، خيبر راح ترجع. اي
هو جاي يهوس بهاي التفصيل طائفي غير. أي. هو جاي يهوس يعني انا عدوه. اي زين انت مضوج. لا ما يضوجون. هذا يعني من يقرا هيك إيه. يعني ما يقول يا ثقافه يا هذا هو جاي هو متقصدني يعني انا. اي قاعد يقول لك ايش زين انت مو مسلم مثلا. هسه بعيد عن ما عرف الجمهوريه الايرانيه انت مو مسلم. هذول مو يقولون اشهد لا اله الا الله يعني مو اسلامهم هذول يعني معقول انت تناصر يهودي انا مسلم. وين وصلت بيك الخسه والنذاله؟ يقول لك محايد. لا جبان ماكو محايد. انت الان امام يهود وامام اسلام. جبن هذا مو محايده جبن. وهذا شلون مثلا اكو مرات واحد اخوي يمشي بصف الحائط والله على ابوك لا ابو الحائط. شنو يمشي بصف الحائط؟ احكي الحق ليش يمشي بصف الحائط؟ حق احكي ليش؟ ما هو يخاف يقول لك احكي الحق اصير مثل ناهي ما حد يجيبني. لا جابوني ما جابوني شو اسوي له؟ يعني هم رب العالمين هو اللي يرزق. جابني ما جابني. جابني ما جابني شنو يعني؟ وهسه انا ميت على قنواتهم؟ بالمناسبه هم ترى يعطون تفاليس بس هم ذولي لوقيه ويركضون وراهم. تفاليس يعطون العراقيه تعطي اكثر من عندهم. اللي اعرفه هو اقل اجر بالعراق ها؟ هي اقل اجر بالعراق. هي اجر اقل اجر اي. هي هاي القناه اقل اجر. العراقيه يعطون اجور غاليه وذول يعطون اجور وتشوف التهويس والهاي هذولي. كل واحد يقول لك اني وكذا. انت مو عمي مو نعرف البير وغطاه. انتم خيركم ما ياخذ له $300. خيركم هاي الهوبزه كلها $300. ذاك اليوم ما حد احدهم نقول في برنامج مهم عندهم نومي حامض ما اسمه المهم هالبرنامج حامض حلو. اي لا احدهم. اي هو الامه كلها خابص الامه كلها ما متعدي $3000 كل العمل؟ اي طبعا. والسنه يقول لا السنه الجايه عن جماعه يقول السنه الجايه راح اطلب عليهم. ايش تطلب عليهم؟ منو اللي ياخذ اكثر من هذا المبلغ؟ تعال قل لي لحد يكذب. ليش تكذبون على العالم؟ مثل واحد يطلع يقول والله انا كذا ترى الفن ما يبني بيت. لا ما يبني بيت. ولا يصعد سياره اخر موديل ولا يسوي كذا وكذا. ماكو شيء منطق كذب. هاي 27 سنه انا بالفن 27 يمكن هسه. شنو لا بس هسه نشتغل غير الفن الحمد لله والشكر. قدرنا نصعد السياره قدرنا نسوي اشياء بس لحد الان ما ماخذين البيت. مستقبل ناخذ. بس تجي له يوم وليله ويقول لي والله أو يعني عليهن مثلا قال بيئة وكذا كذب. كذابات. حتى مو سياراتهن يأجرنها. لا اوقف والله اوقف فتحت لي باب. اوقف انا شوي نسولف. يعني مثلا مع اعتزاز واحترام لكل الممثلين. قبل فتره ممثله قالت انا اشتريت من اجور عمل شقه. لا ماكو ماكو. شنو شقه بيش؟ يعني سبع دفاتر 6 دفاتر شقه يعني زينه بمنطقه زينه. لا هذا بس مايه مثلا هي كان موضوع بس من دفاتر؟ لا بس ما يعني مليون 100 مليون 120 140 نقد لو بالقصر. اجور العمل اشتريت بيها. ما اعرف يعني اجور عمل تشتري ما اعرف والله. انا تعرف ايش قد انا يمكن اذا اقول لك هسه اقول لي انا يمكن اكثر ممثل عراقي ما اخذ اجر. انا اخذت 7 شدات في مسلسل الفطين بالكويت. 7 شدات بعمل واحد. ما حد ما اخذ. اكبر ممثل ما ماخذه. يعني $70,000. $70,000 ذاك الوقت. ها هسه يعني خلي يطلع اجرهم فد 8 ملايين 9 ملايين. روحتك وجيتك واكلك وشربك ونقلك وازيائك وهذا يعني شنو تاخذ يعني شنو يعني احنا ليش نكذب على الناس هاي البسطاء؟ ليش ما نقول لهم احنا بناخذ هالقد وهالقد اجرنا يعني عايشين الحمد لله والشكر. ليش تكذب؟ ما مجبور تكذب. مثل هذا الاخ اللي قلت لي اني بالنسبه لي يعطوني ورقه بيضاء واحط الرقم. وينك وجه حكي؟ وينك وجه واحد اليوم بالعراق كبارهم كبار الفن العراقي كبارهم وكبيراتهم مستحيل واحد يعطونه ورقه بيضاء يقول لي حط الرقم. ولا صايره ولا دايره ولا راح تصير ولا راح تدور.
ليش تكذبون على العالم؟ اعتقد يمكن بس اياد راضي وعلاء حسين. لا، اياد راضي رجل شريك بالانتاج. ها اي يعني هو يجوز يعني يقول له شلون تقول شيء؟ لا، اياد راضي رجال يستاهل على قناه الشرقيه شريك بالانتاج مع الشركه المنفذه. يعني ياخذ اجر زين. يطلب من حقه. لا تطلب من حقها تقول انا هذا الرقم، بس ما يعطونها ورقه بيضاء الالاء. خبر يقول لها لا يعطوك ورقه بيضاء تخليني هم الرقم. تطلب يعني تقول انا هذا تقول رقمي. هذا اجري يعجبكم او ما يعجبكم. ايش قد تقول؟ ما تقول ورقه بيضاء. انت ممثل امسجيه تقول لي انا والله ورقه، هم مو ممثلين هم هذول بعض. يعني التمثيل ترى صار كلش سهل. يعني اذا انت عندك امكانيه صدام عندك فلوس تقدر تصير نجم. مو تصير نجم. وانا دائما احكي اقول حتى يشترون بطوله. يشترون والله ما انا ياخذ. حكيتها مع هوايه. يشترون بطوله، يعطي فلوس للمؤلف يزود له عدد مشاهده. ما ياخذ الاجور ما ياخذها. يطلع الانتاج يوكلهم ويشربهم، وهذا وهو ممثل. دائما انا اقول اثنين ما يصير لهم واسطه، لا لاعب كره القدم لان الناس تشوفه، ولا الممثل لان الناس هم تشوفه. واحنا اثنيناتهم مبتين بيهم هذول. طبعا اثنين مبتين بيهم. مشكلتنا بالفن والرياضه، اثنينين مشاكلنا بيهن. هسه مو قاعد هسه كره القدم وين وصلنا؟ مشلوع قلبنا وقهر وصعد الضغط نزل الضغط. بالفن هم مرات باوع تقول شو تسوي؟ خلينا تشوف هاي البيجات. هاي احنا ما نعطي فلوس البيج. احنا ذول الكبار ما نعطي فلوس البيج. يقول له هاك هاي فلوس روج لنا، يقول يا عندي 3 اعمال او 5 اعمال او هاكم هذا كارتب هالقد روجوا لي وما ادري شنو. على شنو؟ هو خبر عنده يريد يروجه يريد ما يروجه، شنو علاقه به؟ بيج منزلين دائما. دخلت على الخاص قلت له اخوي الله بالخير عليك. قال اهلا استاذ مرحبا. قلت له اخوي بس هاي الصوره عندي انا بالعراق، مو 1000 صوره عندي. كل ما نزلت خبر عنه حطيت له صوره وبالقرعه مو انا زراعي صار عندي شعار. صار عجز. الله يوفقني. الله يوفقني. كل ما حطوها قلت له ما عندكم انتم يعني مع هذا ارشيف ما عندكم الصوري؟ قال لا قلت له راح ادز لك اني عمي. خاف يقول لنا ما حاشوف. خاف تنزل. هاي راح ادز لك. هاي لابس مدني، هاي برشماغ والعقال، هاي ما ادري شنو، هاي بالزيتوني. اخذها بعد شو تريد؟ شو اسوي لك؟ اخذهم. انت مو ما نطي. ليش نطي؟ احنا فنانين تعبنا سنين. تعال هاك الله يخليك روج لي، طلعني حتى الناس تشوفني. ما صعبه بهذا العمر بعد. صدام صعبه هواي. كل صعبه بهذا العمر. أنا أقول الله يخليك ما تطلع شنو. اكو شغله جديده. احنا قاعد نسولف شغله جديده مثلا مرات بالتايتل. انت التايتل تحسبه على القدم، النجم والبطل والبطله والنجم هذا، وبعدين يعني حسب القدم. بعيد عن الدراما وبعيد عن مشاكلها وتفاصيلها. احنا تطرقنا لهواي مواضيع مهمه. نعم. واهم هذا الاخير اللي قلنا الموقف. اكيد. الانسان شلون يتحمل يعيش بدون موقف؟ الرجل خلينا نبسطها هيك بعد اكثر. قلت لك هذا يكون شخصيه مهزوزه وجبان. الرجل موقف. لا ما عندك موقف. شنو موقف؟ ظل وياك شو راح يصير يعني مثلا؟ شو ينقص من عندك مثلا اذا كنت انت صاحب موقف؟ ليش دائما تكون ذليل وتابع وانا عجبني مرات واحد مثلا ابو قناه شي بكندا وشي بالبيت عنده فيلا بكندا وفيلا بدبي. يعلقوا له جمعه مباركه محتاج شي استاذ؟ ايش محتاج؟ اذا هو فيلا بكندا وقاعد فتره بدبي كهرباء عنده وخدم وحشم. شنو محتاج شي استاذ؟ بعد ما يقول نزل تلقى تعليقات ليش؟ ايش بيكم؟ موقف. خلكم عندكم موقف. زلم انتم. ايش بيكم؟ من استاذ فلان على شنو استاذ فلان؟ مثل هم هذول هاي القناه يعني تصور هو هذا عندهم مدير انتاج. هو كان
ضابط بجهاز الامن الخاص، مدير انتاج هسه. يعني من هاي يقيس هاي القناه؟ يعني معقوله هذا يحب ناهي يجيبه مثلا بعمل؟ ناهي يقول انا رجل رجال شيعي، لازم ما اقول شيعي. ليش ما اقول شيعي؟ زين انت بالمقابل تقول انا سني، انت سني انا شيعي، شنو المشكله؟ كل واحد ومذهبه. ليش ما تقبل؟ من انا اقول شيعي طائفي، زين انت مو انت تقول سني، ليش مو انت طائفي؟ هاي ما شلون فاهمينها. انت عندك مذهب وانا عندي مذهب، شنو المشكله؟ ماكو مشكله. بس ما اعرف لان انا اقول لا، من تقول شيعي انت طائفي، ليش من تقول سني انت طائفي؟ هاي حتى دخلت للاسف دخلت بالفن. يعني مو حلوه صارت بالفن هاي الشغله. المفروض الفنان يرتقي، لان الفنان هو نموذج المجتمع، يرتقي من هذه الاشياء، يصير يحتوي كل الاشياء، كلها يحتويها. انت عراقي، سني، شيعي، يزيدي، مسيحي، صابي، كل لازم انت، هو انت عراقي. انا متقبلك يعني. قبل انت عراقي، صدام ماشي عراقي. بس احنا عندنا بالمناسبه هنا، انت هسه روح باقي الدول يعني يا باشا بيقول فلان اوه كبير راسه. تقول مثلا نجيب هذا انا بالعمل قال لك ما يحكي بس هو بس هاي مشكله هاي. اي هاي هسه لو حاكي انت احكي. هسه ليش لو بركبتك؟ هو لو حاكي لو حاكي احسن. فلان شنو رايك بيه؟ يابا شنو هذا؟ مره انا اسولف لك، اكرم كامل تحياتنا، المخرج اكرم كامل ابو عبد الله تحياتنا. انا قاعد بالحريه، هو جاري ومرته جيراني، يعني هو جاري ومرته جيراني واحنا بالحريه. اشتغل اعمال ذاك الوقت اكرم كامل هوايه. فمره فتحت باب الحوش لقيتهم قاعد يصورون بالشارع. مثل لا ما شنو شنو هذا؟ شو هذا؟ ما حكيته، يمكن هسه لا يسالونك لكن صحيح، ولا قلت له ولا اشتغل. ذاك اليوم السومريه عندها عمل، العمل نصوره بالاردن، فقالوا له من ابطال العمل؟ ناهي مهدي وهم. قالوا لا احنا رايدين ناهي. والله رحنا نذكر بكوستر للمطار، قال انا قاعد هو ما له خلقي، شو هذا ما له خلقي. رحنا شو عليه بي؟ رحنا هناك يمكن 4 ايام 3 ايام، شاقي تعال ناهي. قال اللي يشوف مو مثل اللي يسمع، فخليها كل انسان خليها ترشيه باذنه، لا تسمع عن الشخص عن صدام هاشم مخوش شوفه، اقعد وياه، احكي وياه، عاشره. والسفر مقياس طبعا. السفر طلع كان شنو هاي انت؟ ظليت بكل اعماله اجي، بكل اعماله يجيب. يعني هو رغم جارك جاري بس يقول من كثر ما حكوا لي، يقول انا بالمنطقه ما عندك مشكله، بس يقول من كثر ما حكوا لي عليه ظليت ما اجيبك، ما اجيب. وما قلت له الى ان اخر شيء هو كان يقول لي اللي يشوف مو اللي يسمع. ايش قد اخذ من طاقتك الحزن؟ نعم. الحزن ايش قد اخذ من طاقتك؟ وايد. شوف، مرات واحد يضحك وشاقه ويطلع يمثل، بس تبقى غصة داخله، يعني من تفقد عزيز، وهذا العزيز هو كل حياتك. يعني تقريبا عشرة 25 إلى 26 سنة وتفقده مشكلة. الله لا يفقد كل واحد عزيز، يعني يظل طول عمره عايش حزين وين وديتنا؟
بس الحزن يهذب، يهذب وينظف الروح. صح. بس الحزن هو حزن. هو حزن ويوجع. ما هي يوجع. احنا يقول يوجر. يعني انت مثلا تحس فد شيء حرقه بقلبك، تظل هاي الحرقه، حرقه يعني تعرف صدام اني يعني زوجتي ما عايف. يعني تعجب مثلا واحد يعوف مثل ما يروح له. انا يمكن اطول مره، طولت شهرين ما رحت له، مره واحده بس كان عندي عمل، باقي يعني اسبوعين 3 اروح له. كنا يعني مرات زوجاتنا هاي تقول مثلا تخابرك، اوه هاي شو تريد؟ ايش تردين؟ تجاوبها بنار بالتليفون، ايش تردين؟ ولا ذعتي. بس من تفقدها مشكله. على قولته هن ثلمى بالروح. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. الله يرحم والديك. أنا آسف. إيه. أم سياد يعني مرة مو طبيعية، يعني مو عادية، حبوبة، صديقة حبيبة، ربت بناتها أحسن تربية، علمتهم، شالت البيت كله. أنا كنت يعني بطيشي بهوستي بعبثيتي كلها تحملتها. عاشت وياي على الحلوة والمرة. بس كنت أتمنى يعني دائما حتى ببيت أقلبها كنت أتمنى هسه وياي هي، لأن كانت وياي الظرف كلش صعب، تعبان، الوضع المادي كلش تعبان. كنت أتمنى هسه وياي أي شيء أسويه يعني إلها، يعني ما تعوض، ما تعوض. الله يرحمها. يرحم والديك. ما تعوض. أنا أشكرك أستاذ ماهي. أنا أشكرك. أعتذر على كل شيء. أنت حبيبي وغالي. شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقة أخرى وضيف آخر.